بقول لك يا صاحبي، اروح خد النضاره ازاي عند بتوع الموازين؟ دلوقتي احنا رايحين لمكان مهم جدا، هتعرفوا كل تفاصيله اول ما نوصل. هناخدكم في رحله مميزه سوق الجمعه، واحنا بننقي شويه حاجات لطيفه كده. المطعم بقاي حرفيا ممكن تلاقي كل حاجه واي حاجه موجوده بتتباع قديمه، ومنها الحاجات التراثيه اللي تعتبر من الاثار دلوقتي. اكيد ما اقصدش ده اللي اثار خالص، حتى حاجات الخشب والنجاره سواء اللي لسه ما اتدهنتش او ما استخدمتش، او اللي بتبقى مستخدمه استخدام خفيف، او الجديده بشكل كامل. وسط الحاجات دي ممكن تلاقي حاجه زي كده. بصوا مثلا مكوة رجل قديمه بتاعت زمان، دي لو اتنضفت تحفه. مش عايز اقول لكم على كميه المشاعر المختلطه لما بتلاقي حاجات كانت كنت متعود تشوفها في بيت ستك وبيت جدك وبيت سيدك. الحاجات دي ممكن تلاقي مكنه خياطه زي اللي انا هعمل عليها زوم دي اهي، ملهاش حل. الآلات القديمه بتاعت زمان، الآلات الكاتبه، الراديوهات، يا على الزمن. وهنا اخيرا لقيت قطعه من اللي انا بدور عليها. لو راجع بيك الزمن حبيت تسمع صوت حد، قولوا لي هتسمع صوت مين؟ بص شغاله اهي. كل تفصيله فيها فن. بتاع من هنا حتى الشلم والبريزه والريال بتاع زمان موجودين، والنكله والنص تعريفه تدي الفلوج بتاعي انا كام من 10؟ اوعى كام من 10 يعني؟ 100 على 10. الحر يا جماعه صعب جدا جدا، بس كميه المشاعر الايجابيه اللي انت طالع بيها ما تتوصفش، كميه الذكريات اللي انت بتفتكرها ما تتوصفش حتى لو ما اشتريتش. يا جماعه كوبايه المانجا ب 3 جنيه، بيقول والله طبيعي اهو مانجا ب 3 جنيه. بعيدا عن اي حاجه انا قررت يكون ليا زياره منتظمه للمكان. بصوا يا جماعه السبرتايه بتاعت زمان، يا نهار ابيض. شغاله السبرتيه ده يا عمده؟ مكن الخياطه ده عايز اقول لكم اول ما بشوفه بفتكر ستي وهي قاعده تخيط لنا الهدوم، وصوت المكنه كر. وطبعا اللي بيكون ذكرياتنا كلنا شرايط الفيديو بتاعت زمان، فاكرين؟ سواء بقى السوني والفيليبس اهم. ايه رايكم؟ حلوين للديكور المكان؟ نهار ابيض يا جماعه. تعالوا كلموني هنا على الجمال، التفاصيل. ايه ده؟ انا مش لاقي يعني في حاجات حلوه كده بتبص لها ما تعرفش تتكلم، تتفرج بس. بصوا الروعه يا مستر محمد، الجمال ده